أهلا بيكم. بيبدأ فيلمنا يا صديقي وبنعرف إن في سلسلة وفيات عنيفة حصلت بين مجموعة من السجناء وصل عددهم ل 12 حالة وفاة، وده لأنهم بيحصل بينهم مباريات قتالية ملاكمة يعني بس بطريقة غير شرعية، وبيحصل بينهم الملاكمة دي في سجن موجود في ولاية اسمها كانسفيل، والسجن ده أصلا سيء السمعة جدا. فمكتب التحقيقات الفيدرالي بيخطط إنه يولي ضابط اسمه بيرك مهمة إنه يقوم بدور السجين في السجن ده عشان يعرف كل التفاصيل عن القتل اللي بيحصل هناك ده. وبيبدأ فيلمنا بقى بمشهد على حلبة الملاكمة، وبنلاقي إن في قتال بين اتنين، وبنعرف إن فيهم واحد مسيطر على الجولة، وفي نهاية الجولة المسؤول عن القتال ده بيرمي له حديدة عشان يخلص بيها على الشخص اللي كان بيقاتل وخسر. وبعد كده في مكان تاني بنشوف إن الضابط بيرك واخد ابنه من المدرسة ومروحه، وبنعرف قد إيه ابنه بيحبه وبيقتدي بيه، وبيفضل بيرك يدردش معاه شوية ويتكلم معاه عن مدرسته وكده. بعد كده بنلاقي إن بيرك قاعد مع واحد صاحبه بيتكلموا في موضوع السجن اللي بيحصل فيه جولات قتالية، وصاحب بيرك بيوري له الضحية الجديدة للقتال الغير شريف اللي حصل مؤخرا، وبيقول له إنه متفق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بإن اللي هيروح السجن ده كنزيل هناك هو بيرك، وبيعرفه إنه هيروح ويراقب الأجواء، وبيفضل يقول له بقى أنت كده كده مفصول من الشغل في الشرطة وعندك روح قتالية عالية، وبيفضل يحاول يقنع فيه، وفي الآخر بيقول له إنه لو راح هيكون المقابل مبلغ $250,000 هيتحطوا في حساب ابنه. وبعد كده بيوافق بيرك على العرض عشان يأمن مستقبل ابنه، وبعدها صاحب بيرك بيقابله وبيبدأ يديله معلومات كافية عن السجن وعن الأشخاص اللي المفروض بيرك يركز معاهم جوه السجن. وبعدها بيرك بيستعد عشان يروح السجن ده كسجين مع عربية الشرطة، فبيمسك ضابط يضربه ويسرق عربية الشرطة منه، وبتبدأ بقى قوات الشرطة تلاحقه وبيضربوا عليه نار ويحاصروه لحد ما بيمسكوه وبياخدوه يحكموا عليه بالسجن 5 سنين، وطبعا المدة دي هيقضيها في سجن ولاية كانسفيل. وبياخدوا بيرك يرحلوه على هناك مع عدد من السجناء برضه، وهو في الطريق بيكون جنبه سجين غلبان كده بيفضل يجر بيرك في الكلام، وبيرك اصلا مش مركز وكل تفكيره في ابنه. وبعد ما بيوصلوا للسجن بيبدأ العساكر والضباط في اهانتهم، وبعد كده بيطلع يرحب بيهم كارل جولان المسؤول عن السجن، وهو ده سبب المشاكل كلها. وبعد ما بيدخل بيرك السجن بيجيله احساس من الندم كده انه وافق، لان منظر الغرف والسجن والمساجين نفسهم يخض، دوشه وصوت عالي هستيري وزعيق. المهم بيدخل بيرك وبنلاقي ان كارل رايح له المساعد بتاعه وبيقول له ان من النزلاء الجداد ضابط سابق اسمه بيرك، واتحبس لانه ضرب 2 ضباط وسرق سياره الشرطه واتقبض عليه بعد محاولات كتير. ساعتها كارل بيفرح ببيرك قوي وبيحط عينه عليه، وتاني يوم الضباط بيدخلوا يصحوا المساجين كلهم، وبعدها بنشوف ان كلهم متجمعين في مكان واسع كده فيه العاب رياضيه وبيلعبوا حديد وحركات، وبنشوف ان بيرك لافت نظرهم كلهم لانه بيلعب حديد باحترافيه وبيشيل اوزان تقيله. وساعتها بيبدا يقرب منه سجين تاني وبيفضل يتكلم معاه ويفضفض له شويه بالالغاز كده، وبيقول له انه شكله كده بيلعب حديد حلو وده يخلي عين السجن كلها عليه. وبيعمل بيرك انه مش فاهم حاجه وبيشكر السجين ده وبيمشي، وبيروح يقعد في مكان فبيدخل عليه واحد اسمه شيلي، وبيرك بيبدا يدردش معاه وبيعرف من شيلي ان السجن ده فيه 3 عصابات، وبيعرف ان منهم عصابه مافيا مكسيكيه كان زعيمها راجل مجنون اسمه ايميلو، وبنعرف ان ايميلو ده مات. وشيلي بيتكلم مع بيرك بيشوف ان السجين الغلبان اللي كان راكب جنبه في عربيه الترحيلات في 2 ماسكينه وبيحاولوا يرخموا عليه، فبيقوم بيرك بسرعه وبياخده منهم وبيقف ينصحه ويقول له ما ينفعش تبقى غلبان، ارفع راسك وما تخافش من حد. وبعد ما وقت السجناء بيخلص بييجوا يرجعوا لغرفتهم، بنلاقي ان في ضابط بيرمي بيرك بعيد وما بيدخلوش الاوضه، وساعتها بيلاقي بيرك ال2 اللي كانوا بيرخموا على صديقه جايين له ومش ناويين على خير، وده لان بيرك من شويه اخد من ايديهم ضحيه وبالبلد كده علم عليهم، وبيبدا بينهم وبين بيرك خناقه، وطبعا اللي بيكسب فيها البطل بتاعنا بيرك. وبعدها بيدخلوه لكارل يتكلم معاه وهو بيقول له السجن ليه احترامه وليه عملت كده. بيرك بيعمل نفسه متفاجئ لما بيشوف معدات الملاكمه متعلقه على الحيطه، وبيبدا يسال كارل عنها. وقتها كارل بيندمج معاه قوي وبيفضل يقول له مفيش اجمل من صوت القبضات على اللحم، وبيبدا يقول له انا لعبت ملاكمه كتير وياما كسرت جماجم، وبيبدا يقول لبيرك شكلك وسجلك بيقول انك مقاتل شرس، وبيتكلموا شويه. بعد كده بيجي لبيرك زياره وبيلاقيها مراته وابنه لكنهم متطلقين. وقتها بيرك بيقول لها ما تجيش لزياره تاني لان المكان هنا خطر، وبيقول لها لو جيت مش هيخرج ليها لان السجن هنا مش زي اي سجن تاني. وبعدها بيسيبها وبيدخل، وهو داخل الضابط بيحاول يتغزل في مرات بيرك وبيحاول بيرك يضربه بس مش بيعرف عشان الكلبشات اللي في ايده. المهم ساعتها بنلاقي ان في مباراه قتاليه، وكارل بيكلم واحد وبيقول له انه عنده نزيل اسمه بيرك وشكله قتالي جدا وعنده مهارات قتاليه شرسه، وبيقول له انه زياده للتاكيد هيدخل بيرك في مبارزه قتاليه مع واحد اسمه سبايدر مان. وساعتها بنشوف ان الضباط داخلين يجيبوا بيرك وبيغموا وشه عشان ما يعرفش هو رايح فين، وبنشوف انهم بيشيلوا من على وش بيرك القماشه السوداء اللي مغميينه بيها في مكان المباريات القتاليه دي. وبعدها بيدخلوا على الحلبه وهو مش فاهم حاجه، وكارل بيكون بيتكلم في مكبرات صوت كده، وفجاه بيدخل على بيرك واحد عنده فرط حركه وبيطير كده وبيضرب بيرك ضربه بتوقعه على الارض، وبنعرف ان هو ده سبايدر مان. وبيبدا بينهم قتال شرس جدا اللي بينتصر فيه بارك،
وبعد كده بيدخل راجل عجوز اسمه بوب بيوزع كتب على المساجين، وده بيكون شغال في مكتب الكونفدراليه، وبيرك بيكتب لهم جواب وبيحطه في كتاب وبيدي الكتاب ده للراجل العجوز ده. وبعد شويه الجواب بيوصل ليهم فعلا. وتاني يوم في المكان الواسع اللي السجناء بيتجمعوا فيه بنشوف ان بيرك قاعد في حاله، وبيجي له نفس السجين اللي جاله قبل كده وهو بيلعب حديد، وبيبدا يعلق على اثار الملاكمه اللي في وش بيرك. وبعدها بنعرف ان الوحيد اللي محدش بيقدر عليه هو راجل عملاق جدا اسمه ميلتون كيندي، وهو ده البطل الحاكم للمبارزات القتاليه دي. وبعد كده بيجي واحد يسلم على بيرك وبيقول له انه جاي يهنيه لانه قدر يفوز على سبايدر مان، وبنعرف انه برضه ملاكم واسمه تشاو. وساعتها بيقعد يدردش مع بيرك لحد ما بتقطع دردشتهم صوت طبق وقع، وبنعرف ان السجين الغلبان اللي كان راكب جنب بيرك في عربيه الترحيلات خبط في ميلتون كيندي، وساعتها ميلون بيمسكه، وقبل ما يقضي عليه بيدخل بيرك ياخده من ايد ميلتون ويطلب منه يسيبه. فميلتون بيتصدم من جرأة بيرك وبيفضل يبص له بشر وعدوانيه شويه كده، لحد ما شيلي بيشوف المشهد ده وبيتدخل وبيقول لميلتون ان بيرك جديد وما يعرفش ان ميلتون هو الزعيم وكده، والموضوع بيخلص. وبعدها بنلاقي بيرك قاعد في اوضته بيبكي وهو فاتح صوره مراته وابنه، وتاني يوم بيتصل بابنه وبيكلمه شويه. وبعدها بالليل بنشوف ان بارك بيجبر بيرك على انه يدخل لحلبة الملاكمه وبيبتزه لحد ما بيوافق بيرك وبيفوز كالعاده. وتاني يوم بتروح مرات بيرك تزوره، ولكن بيعرفوها انه مش عاوز يقابلها، فبتعيط وبتمشي. وبتحصل شويه احداث عاديه كده لحد ما بنشوف ان السجناء كلهم في الساحه الواسعه اللي بيقضوا فيها يومهم، وساعتها بنشوف ان في مجموعه منهم بتلعب كره السله، وبيرك وصديق ليه بيلعبوا ملاكمه. وفجاه وهم بيدردشوا بيقع السجين الغلبان اللي بيرك بيدافع عنه دايما، وبيجري بيرك عليه وبيحاول يساعده، لكن حالته بتكون صعبه. وبنلاقي ان ميلتون بيسخر منه ومن حالته الصعبه دي، فبيتعصب بيرك وبيقوم يحاول يضرب ميلتون، لكن باقي المساجين بيبعدوا بيرك عنه. وفي الاخر الضباط بيدخلوا كل السجناء للغرف بتاعتهم، وبنعرف ان بيرك بيطلب منهم عشان يلعب تاني انه يطمن على اهله. وبعدها روني صاحب بيرك اللي كان بيتدرب معاه على الملاكمه من شويه بيدخل في مباراه قتاليه مع ميلتون، وبنعرف انه لو كسب ميلتون، ودي طبعا من المستحيلات، هيخرج بدري. وبعد المباراه بنعرف ان روني اصلا ما عرفش يضرب ميلتون ضربه واحده بس حتى، وميلتون بيخلص عليه بعدها. والصبح بقى الضباط بيدخلوا يتاكدوا ان كل المساجين موجودين وبينادوا على اسمائهم، فبيرك وتشادو بيتفاجئوا ان صديقهم روني مش موجود، فبيخرجوا للساحه الواسعه دي وبيرك بيبدا يدور عليه، وتشاو بيجي يقول له ما تدورش مش موجود. وبعدها بنشوف ان كارل خارج من اوضه بيرك ومعاه ورقه، ودي ورقه من اللي بيرك بيبعتها للكونفدراليه، وبيقول كيرل للضباط ياخدوا بيرك للحفره. وبنعرف ان الحفره دي مكان تعذيب بيعذبوا فيه بيرك عذاب شديد، وبيطلبوا منه انه يبيع ليهم مراته ويبتزوه. وبنعرف انهم كده بيضغطوا عليه عشان بعدها هيخرجوه لمباراه ملاكمه وهو متعذب عشان يتغلب بقى ويخلصوا منه. وبعدها بنشوف ان صديق بيرك من الكونفدراليه رايح ياخد مرات بيرك وزوجته عشان ينقلهم في مكان امن، لكن ساعتها بيدخل عليهم ضباط من سجن ولايه كانسفيل وبيضربوا صاحب بيرك ده وبيخطفوا مراته وابنه. وبعدها بنشوف ان بيرك بقى مشوه تماما من التعذيب، وانه قاعد يعيط وبيفتكر مراته وابنه. وفي مكان تاني بنلاقي ان الضباط واخدين مرات بيرك وبيدخلوها لكارل، وبيبدا كارل يقول لها ان جوزك هو السبب في اننا جبناكي هنا، وبيبدا يقول لها قدام ابنها انه بيحب يشوف الناس تقتل بعض، وكلام غريب كده بيخوفها ويخوف ابنها. وبعدها بياخدوا بيرك عشان عنده مباراه ملاكمه. وساعتها في مكان تاني بيكون صديق بيرك اللي تبع الكونفدراليه فاق وبيدي تعليمات للكونفدراليه عشان ينقذوا عيله بيرك من السجن. وساعتها بيرك بيكون في حلبة الملاكمه، وقبل ما يبدا كارل بيقول له بص جبنا لك مين. بيتفاجئ بيرك انهم جابوا له مراته وابنه، وبيتصدم بيرك وبيدخل عليه ميلتون وبيبدا يضرب في بيرك. لكن بيرك لما بيفتكر ان مراته وابنه هيضيعوا لو هو اتغلب بيفوق وبيبدا يضرب ميلتون اللي اول مره يتضرب ده. بعدها بيضربوا ميلتون كام ضربه قاضيه بتوقع بيرك على الارض، ومراته وابنه بيتاذوا جامد لحد ما بيرموا لهم خشبتين ضخمين عشان يبداوا يضربوا في بعض وبيشوفوا مين هيفوز. وطبعا اللي بيفوز وقتها بيرك رغم انه بيكون مصاب اصابات خطيره جدا. وساعتها الضباط وكارل بيتصدموا صدمه عمرهم، وكارل بيلاقي ان بيرك تعبان ووقع على الارض بعد ما خلص على ميلتون، فبيقول لبيرك المباراه دلوقتي بقت بيني انا وانت، وبيدخل عليهم بيرك بعصايه عشان يضربه. لكن في اللحظه دي ضباط الكونفدراليه بيوصلوا وبيوقفوا المهزله دي، وساعتها مرات بيرك بتطمن وبتطمنه وبتقول له انهم بخير، وبيرك بيطمن. وبعد كده بنشوف ان بيرك رجع لاسرته وشغل تاني وعايشين في سعاده. وبعدها بنشوف ان اتوبيس الترحيلات وصل لسجن كانسفيل وبينزل منه السجناء اللي من ضمنهم كارل، وبيظهر لنا رئيس السجن الجديد وهو بيقول كلمته. وبعدها بيدخلوا كل سجين غرفته، وكارل ما بيكونش عارف يتعامل على انه سجين وبيقف يكلم نفسه في اوضه السجن بتاعته. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.